السلام عليكم. البيتزا كبار وأطفال بيحبوها وخفيفة وسريعة، وخصوصا لو استخدمتي قواعد البيتزا الجاهزة زي ما أنا مستخدمها المرة دي. وهقول لكم رأيي في القواعد الجاهزة دي وأسعارها وجودتها، بس في فيديو تاني إن شاء الله هتلاقوه في الفيديو اللي بعد ده. هنحتاج قواعد بيتزا جاهزة زي ما انتم شايفين، أو عجينة لو انت مثلا بتحبي تعملي بالعجينة براحتك، فلفل ألوان، شرايح طماطم، زيتون شرايح، وأي نوع جبنة متوفر عندك، يعني هنلم بواقي التلاجة. هي البيتزا بتحب تلم بواقي التلاجة، مش هنجيب حاجة مخصوص عشان ما نكلفش نفسنا. والحشوة المرة دي هتكون شاورمة فراخ لأنها كانت موجودة عندي، لكن تقدري تستخدمي أي حشوة أنت بتحبيها. وكمان هنحتاج صوص البيتزا اللي هي مركز الطماطم اللي حضرتك شايفاه كده. ممكن نضيف له ريحان أو روزميري أو زعتر، بيبقى خطير جدا. ولو عايزة أي مكون قدامك بالتفصيل، سواء العجينة أو الصوص أو أي حاجة من مكونات البيتزا، هتلاقيها على القناة في فيديو من الفيديوهات الطويلة، وكمان هتلاقي فيديو للميني بيتزا مخصوص. ويلا بينا بقى نعمل وصفتنا النهاردة ونشوف هنطبق كل المكونات دي مع بعض ازاي. بس قبل ما نبدأ هطلب منكم تصلوا على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.